عالسلامة عالسلامة، وينكم حبيباتي غالياتي؟ وينكم؟ توحشتكم برشا برشا. رجعت لكم وجيتكم فيديو جديد، وجيتكم بدبارة جديدة، روتين جديد، وجيتكم هكا هكا بقعيدة مزيانة في الجنينة متاعي. شقاولكم هاي فك الجنينة وفك المنظر وفي هيك القعيدة ترد الروح، ترد الروح يا البنات. ونبديو بصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ما شاء الله ولا حول ولا قوة بالله. حبيباتي الغالين، شقاولكم فك القعيدة المزيانة وك الجنينة محلاها. ايش اقولكم؟ اللي يحب الفريز انا بعث له راهو. شقاولكم فك الفريزة متاعي. راهي تهبل وين ما تطلع كعبة فريز نشيخ بها، راني نشيخ بها نقول يا مصب الحق جاي عندي هكا. ما نعرفش انا جنينه كامله بالفريز. حسيلو الفريزه بيك خبيتها على التلمو، عجبتني لقيتها هكا نطلع كعبه يا اخي. شريتها حسيلو، بدلتها في الفازه بيك وحطيتها. حسيلو محلاه. اي تصدقوني ولا لا يا البنات؟ الكعبه من ناحيه الى ما نحسها قريب باش هكا تفسد، سينو ماذا بيرم قاعدين مزينين لي الجنينه. محلاه لونه الفريز، انا عشقي راهو عشقي كل الفريز والفرامبواز ياسر الحقيقه نحبهم على الاخر. نحس اللون متاعهم ياسر مزيان. المهم البنات، شنو احوالكم؟ طمنوني عليكم، توحشتكم برشا. اش باش نقول لكم؟ اك الجنينه خرجت لي تهبل، كملت دهنتها وما نحكي لكمش. خرجت لي ياك الباراسول ولات تقتل كاينها جديده ما شاء الله. حسيلو ثاني مره انا نعاود، عملت لها معناها كوش اخرى، ثاني مره دهنتها وان شاء الله تو نهبطها لكم عاد في الفيديو الجاي، على خاطر كملتها كان بعد ما صورت الفيديو ذا. دونك كملتها البارح، والفيديو ذا عندي بصور عنده تقريب 4 أيام هكاكا. سي ديجا سألتوا عليا برشا تسألوا عليا برشا، محليكم ما تلقاوش وين تسألوا عليا، ترجعوا لآخر فيديو تبدو تكتبوا لي في التعليق. فما مشتركة كل يوم تقول لي صباح الخير قديش محليها. صدقوني دوب ندخل هكا للقناة نلقاها كتبت لي صباح الخير، وينك يا دلولة، شنو احوالك؟ الصحيح راهو الوقت ما فماش، رانا عذرينك. حاسيلو محليها وبرشا يسألوا عليا. على فكرة هي عندها ولدها سنة يعدي الباك، ان شاء الله ربي ينجحوا لها يا رب ان شاء الله ينجح لها ولدها وينجح الاولاد الكل والصغيرات الكل. ربي يا البنات ندعوا لها ان شاء الله، خاطر تحس هكا ديما تحكي لي على ولدها، ربي ان شاء الله ينجحوا لها. ادعوا لها على ولدها ان شاء الله ينجح، وندعوا بالطبيعه الصغيرات الكل سواء نجاح باك ولا سيزيام ولا ان شاء الله يا ربي كل ام تفرح بولدها ولا بنتها ولا حسيلو فرحه نجاح. راي وحدها على حقيقه. ان شاء الله يا ربي لا تحرم منها ام، يا ربي ان شاء الله كل صغير معناها يفرح وينجح ويفرح ولدي. حسيلو هني البنات كملت كل ركن القهوة، شد لي برشا وقت الحقيقة على خاطر هبطتهم الكل وغسلتهم. المهم شد لي وقت، كملته كوا كامل وتحت منه إلا اللقجر اللوتانيين. أي قلت إن شاء الله المرة الجاية مع حاجة أخرى. خاطر سيدي جا بديت ذاك البارتية ذيك، بعدها كملت الفور، وكل مرة نجبد حاجة. انتم ما تعرفوني عاد روتيناتي راي معناها على مهلي، راني ما نجريش عندي برشا حاجات ورايا وصغار يقرا وخدمة راجلي وكل. دونك وين نلقى روحي فاضية هكا وعاملة كيف نصور. المهم أنا بادية فيها بشوي كل مرة نصور حاجة ونهبطها لكم ونشاركها معكم يا غالياتي. حسيلو ان شاء الله طمنوني عليكم، ان شاء الله اخباركم باهيه. اش عامله فيكم السخانه؟ بدات تسخن الدنيا على الاخر، اما باهي الطقس الحقيقه مش خايب. المهم كما قاعدين تراو هبطت الكيسان الكل، عملت مسحه اللي يسحق لاجاكس مسحته، واللي مسحته الغبره معناها من غير اجاكس وكل. خاصه فيك البلاصه فيك انا مسحها عاديه معناها ما نعمل حتى شيء الحقيقه. خاطر ديما انا البراني ديما نمسحو، ديما كي نغسل معون ولا حاجه نعمل الدوره الخفيفه. حسيلو شعملت انا الكيسان بصراحه برشا وتعبوني، وقلت باش نقعد بديت باش نغسل
عادي يعني بيدي، قلت فاش قام هكاش نحطهم في الغسالة وأنا مرتاحة. وحتى كالدوري قلت خليني نجرب زعما سافا ما يجرى لهم شيء. والله سافا الحقيقة خرجوا لاباس. بون ما عملتش انا، عملت متاع الكيسان خاطر ديما تجي خفيفة، هي راهي مش كيما معناها باش تعمل معون مسخ برشا ولا حاجة. الحاصل تغسلوا جاو مزيانين ولاباس والحمد لله. حاسيلوا البنات باش نبدا نرجع فيهم. هيا خليكم معايا وبعد نرجع لكم حبيباتي. المهم هوني كما قاعدين تراو رجعتهم هكا منظمين. لما حل الكيسان الفوق الفيترين باش نعاود نعمل لهم انا كي نظفتهم وبديت نرجع فيهم لقيت الوقت هكا غصرني شويه. دونك قلت نعمل لهم هكا فازا نزينهم بالباهي والكل. ومادام غسلتهم ونظفتها البلاصه هذيك ما تقلقنيش من بعد باش نزيد ننظمهم اكثر والكل. وهني جبت هذوما من غير ما غسلتهم الحقيقه مسحتهم من برا خاطر مازلت فيهم القهوه. دونك كي يفرغوا انا نغسلهم قهوه. عملت مسحه باهيه وباش نرجعهم. المهم نضافوا خاطر كانت فيهم كميه غبره ما نحكي لكمش ياسر 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 معبي. وهنا هوني كما قاعدين تراو باش نرجع البلاصه نزينها. بون ما بدلت فيها شيء، رجعت كما هما كما كانوا. قلت حتى لين نكمل الكوجينه وبعد بتاتر نبدل شويه هكا فازات معناها نغير شويه. المهم البنات قولوا لي شنو احوالكم، توحشتكم. باش نقول يا ربي اللي توا اتذكر وما عملش جيم هاني ذكرتكم عملوا لي جيم. جيم هكا مزيانه كيفكم. حسيلو. المهم هوني كملت كما تراو فيا هكا كملتهم. وبعد باش نعمل طبق دجاج هكا. هي طريقه مغربيه اما هي نورمالمون طريقه الدجاج هذه مش هي طريقه مغربيه معناها. انا عملت على طريقتي الحقيقه خاطر يعني بدلت طريقه التتيبه من بريسك اللفاحات هما وكهو عاد تعبنا. اسمع شوفوا في رمضان كل شيء طيبناه، فماش حاجه ما طيبناهاش. دونك تو الواحد ماذا بيا يرجع لحاجه كلي رمضان كامل مثلا ما طيبهاش ولا هكا يبدل حاجه جديده.
مازال تحسوا مأثر فينا، حتى ماذا بينا هكا حاجة خفيفة وحاجة بنينة وحاجة ما طيبناهاش في رمضان، على خاطر بالحق كل شيء طيبناه في رمضان، والواحد تعب على الاخر. تحس العباد كل مازال تعبة في كل الترتيب وكل الحسن نتاع العشية ونتاع شقال الفطر، مازالت هكا مقلقتنا شوية. المهم هوني بديت بالبصل فرمته باش نعمل بصل مفروم وثوم والمكونات الكل عملتهم انا ديريكت في الطبق، وباش تراوهم معايا هكا بصل وفحات الدجاج كما العاده. فحاتي راهي تزيد شطر في الدجاج، دونك اي نوع دجاج نعمل اكل فحات السبعه نتاعي. البهارات اللي خدمناهم مع بعضنا، فلفل اكحل بالطبيعه، شويه فلفل احمر، كركم، شويه هكا تابل لا مش تابل سامحوني، كليل وزعتر. وهوني عملت شويه قزبر مع دنوس، هكا قرن فلفل احمر واخضر قسيتهم شويه، كعبه ليمون مخلل وزيتون. والزيتون اكل موف، الموف يجي احسن بصراحه، والا الاخضر زاده، الاصفر معناها الاخضر، هاي الاخضر كهو. اما الموف ما تكثروش منه برشا خاطر يعطي على المراره شوي. انت كي تعمل شويه هكا موف كثر من الاخضر الكحل ما يجيش فيه الطبق هذايا. حسيلو وتوا عملت الزيت وعملت شويه ملح مش برشا خاطر كما تعرفوا الليمون مالح والزيتون مالح، دونك الكل باش نخلطهم مع بعضهم مع الزيت وبطبيعه شويه ماء. عملت خاطر ما وريتش انا الماء، والا مازلت باش نعمل الماء. المهم كما تعرفوا المونتاج عملته بعد بيامات ما صورته، دونك ننسى شويه. المهم نعملوا على الاقل نص كاس ماء ونخلطوا اكل المكونات الكل مع بعضها. وبعديك بالطبيعه غسلت الدجاج نتاعو ونفخته بالخل نتاعو بالطبيعه، هذاك اكيد ساعه ساعتين يقعد بالخل نتاعو من غير ما نشلو. راني انا على فكره البنات ريتو الدجاج كي نغسله بالخل ونخليه يتنفخ، راني ما نغسلوش نحطه بالخل نتاعو. المهم يظهر لي الماء مازلت ما عملتوش، من بعد باش نزيدو مش مشكل. المهم نزيدو الماء ونخلطوا هيك الدجاج بك الفحات هذيك. وهم تعرفش يسموها المغاربه يسموها الشرموله، انا نقول له فحات. المهم لازم يدخل وكل فحات بالكدا بالكدا بالكدا. وبعد باش نغطي عليه انا خاطر عملته ديما ذا نبداه الصباح. مثلا كي يبدا عندي دجاج نظيف وحاضر وكل، لو كان حضره الصباح لو طون اللي باش نطيبه نلقاها مريقل للعشيه ولا حاجه. وبيان اذا انا ما عنديش دجاج مشيت شريت كيف نعمله في القايله نخليه شويه بالخل، وبعدي كان بالطبيعه نفوحه نخليه يتشخشخ باك الفاح نتاعو بالكدا، نشخشخه بالباهي ونغطيه ونخليه. اما راهو بنين على الاخر، بنين بصراحه. اكله مغربيه طياره. ايش نقول لكم، هي اصل الاكله ان شاء الله ما يتفرجوش فيها المغاربه ويقولوا ليش بك هكا بدلت فيها حاجات. هما نورمالمون يطيبوها في طنجره ولا كما يقولوا هما كل متين هذاك نسيت اسمه، المهم الفخار ولا شني، وما يحطوهش في الفور، يطيب معناها على الغاز كما حنقولوا في طنجره مغطيه بالكدا. انا وبعد فما شكون اللي خرج يحطوا هذاك في الفور يعني يتحمر، ولا الصوص هذيك يعني يستغلوها في حاجه. دونك انا عملت الحقيقه عملته الكل ودخلته للفور، ما نقعدش نطيب وبعد نحمر. اون بليس انا نحبها الصوص هذيك خد تجيب بنينه بك الزيتون والكل، يا اما نزيدها رؤس يا اما ناكلوها معناها بالخبز. المهم حطيتها في الفور من غير ما غطيته، حطيته في الفور على 170 بين 170 160، حطيته يمشي سله لين ينشف بالكدا ويحمر وحده. هوني عملت كما السلطه مشويه، هي راهي سلطه المشويه نتاع الاير فراي راهي تجي كما التستيره بريسك بين التستيره والسلطه مشويه، تجي بنينه برشا راهي بنينه على الاخر. حسيلو عملتها هوني ما وريتكمش طماطم، مش يست عملت الفلفل وبالطبيعه كملت عملت طماطم وهوني عملت فريت هكا، هو عملت معاه معناها فريت وتستيره، وجا بنين روعه. حسيلو هاني جبت لكم كبار البنات جربوها وتذكروني راهي بنينه برشا. وتوا وصلنا لنهايه الفيديو، باش نقول لكم حبيباتي ان شاء الله في فيديو اخر. باش نقول لكم باي باي وبسلامه، نحبكم برشا، نشكركم برشا على الكلام الحلو ونخليكم ان شاء الله في فيديو اخر. باي باي بسلامه.